واحدة بتحب واحد وقصة حب جميلة ولذيذة. هو كان بيتقال عليه قبل ما يعرف الست دي ان هو بتاع ستات او بيعرف ستات كتير. وبعدين هي يعني هو كان عاجبها من بعيد لبعيد كده لحد ما قالت لك الحمد لله رب العالمين طلع معجب بيا وبيحبني وعايز يتجوزني. قلت الحمد لله يا رب اهو من نصيبي، راجل جميل ناجح ذكي شكله حلو ابن ناس لطيف حاجة زي الفل. وعلشان كده كانت الستات حواليه كتير 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 كتير. وطبعا مش قادرة اقولك المستوى المادي والمستوى المالي قد ايه كبير، حاجة فظيعة وواو ودمه لذيذ كومبو كده خطير. وجي قال لي يا بنت الحلال انا تبت الى الله خلاص شطبت، مفيش ستات مفيش بنات غيرك، انا بحبك وعايز اتجوزك. طب يلا بينا اهلا وسهلا اتفضل. حصلت شوية ظروف حياتية في العيلة دي والعيلة دي عطلت الجوازة شوية، وهي قالت انا ما عنديش مشكلة ماشيين مع بعض زي الفل. والواد ماشي ألف ويكلمها يقول لها انا في المكتب انا وصلت، يصور نفسه في المكتب يصور اللي مش عارفه ايه، انا قومي يصلي الظهر انا داخل اصلي العصر. حاجه خطيره، ما بيخرجش مع حد غيرها، ما بينزلش مع حد غيرها، مكلم اهلها، عرفت اهله، الدنيا ماشيه زي الفل. لحد ما فجاه لقيته بيقول لي هي بتقول لي ابتدى يتست كده، بس انتي لو بتحبيني هتحبي ان انا ابقى سعيد ومبسوط، وانتي عارفه انا قد ايه بحبك، فمفيش مشكله لو سبتيني اعرف واحده تانية عليكي عشان انا انبسط. والمفروض ان لما حد يحب حد يحب يشوفه ان هو مبسوط، وانا بنبسط كده. انا اساسا يعني انت يعني مش عايز تعملها من وراها، ده مش عايز يعملها يعني، لا ده بيقول لها يعني اديني الاوكي وهو لسه ما اتجوزهاش انه يروح يعرف واحده تانية عشان هو بينبسط كده، وانا مش هعمل حاجه، انت عارفه ما بعملش حاجه حرام. فقلت لك تخيلت ان هو بيهزر مره في اتنين في تلاته، ابتدى يخرج لوحده، ابتدى يخرج مع شله صحابه القديمه اللي هي اصلا الرجاله اللي كلهم منفصلين ومطلقين وارامل، اللي اوريدي مرتبطين بكذا ست، يعني كل راجل مرتبط بكذا ست وهم شله 6 7 رجال. الاتيتيود ابتدى يتغير، ابتدى يتلوي عليها، ابتدى يقول لها توطي صوتك وانت بتتكلمي معايا. كنت سهران، ايه المشكله اما صاحبتك تشوفني، ما كنتش بعمل حاجه غلط، وهو كان واقف مع دي ودي 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 ودي. فهي قالت لك ايه لا انا نفوق بقى يلا نتجوز. فقال لها ماشي انا موافق تمام يلا نتجوز، بس انا عندي شرط عشان اتجوزك انت الاول عشان انا بحبك وتوافقي وتمام وزي الفل، وهديكي وقتك. يعني شوفي انت عايزه وقتك قد ايه، عايزه 6 شهور، عايزه 8 شهور تبقي زوجه وحيده تمام. وبعدين انا اصلا عندي 4 موافقين ان انا اتجوزهم هم ال4 مع بعض، فانا طبعا الشرع ما يحلليش 4 ما يحلليش 5 يحل 4 بس. فانا هخليكي انت الاولانيه الاساسيه، وبعدين هتجوز عليكي التانية اللي هتبقى عارفه وموافقه، وبعدين هتجوز عليكوا التالتة اللي هتبقى عارفه وموافقه بالاتنين اللي قبليها، وبعدين هتجوز الرابعه. انا عشان كده كده امكانياتي الماديه تسمح، وانتوا ال4. ولو انت عندك مشكله اعملي نفسك ان انت مش عارفه، بس انا ما اقدرش اكذب عليكي وانا بحبك وانت حب حياتي حب عمري وكذا. فطبعا هي ما وافقتش زي اي ست طبيعيه وسابته. فابتدى يقول للناس اللي حواليهم المشتركين اللي ما بينهم اللي هم كتير قوي ان هي ست كذابه، وانها ما كانتش بتحبه، وانها كانت بتضحك عليه،
وانها كانت بتعرفه عشان عايزه تاخد منه فلوسه، وانها مش مستحيل تكون بتحبه، عشان لو في ست بتحب راجل بجد المفروض انها تحبه ويبقى عايش سعيد ومبسوط، وهي دي طريقه انبساطه. فالست دي محتاله ونصابه اكيد فرشور، وعمرها ما حبتني. وهي طبعا في الخلفيه مقطعه شرايينها اصلا ان هم سابوا بعض، وفي نفس الوقت مش مدركه ان هو سابها، ومش مدركه ان هو عايز يتجوز 3 تانيين غيرها. فهي بعتة، عشان كده بقول انا مش فاهمه. هي بعتة بتسالني، هو جننها، هو شككها في نفسها لدرجه انها بعتالي تقول لي هل فكره ان ست بتحب راجل حقيقي توافق له انه يتجوز عليها 3 تانيين؟ الست دي وصلت ازاي ان الراجل ده يحسسها انها غلطانه انها رفضت انه يتجوز عليها، فتبعت لنا في البرنامج تسالنا هو انا كده غلطت لما رفضت ان هو يتجوز عليا 3 ولا لا؟ طب افرضي ما كانش مزاجه او انبساطه في الستات، افرضي كان في المخدرات لا قدر الله، كان هيقولك انتي لو بتحبيني توافقي انه انا اتعاطى المخدرات والا ما تبقيش بتحبيني؟ انا اللي انا بفهمه، اللي هو فهمي اللي على قدي، اللي هو قد كده، انه الحياه راجل وست بيحبوا بعض، بيتخانقوا، بيتخطبوا، بيتجوزوا، بيخلفوا، بيتخانقوا، بيتصالحوا، بيتخانقوا، بيتصالحوا، بيحبها، بيخرجوا، بينزلوا، بيتخاصموا، بتنام هي في اوضه تانية، والحياه بتفضل ماشيه كده. لكن عشان انتي تثبتي لي ان انتي بتحبيني فتوافقي على حاجه انتي مش موافقه عليها ومش قابلاها ومش حساها وما تربيتيش عليها ومش في دماغك، بس انتي لازم توافقي عليها علشان مجرد ان انتي تثبتي ان انتي بتحبيني. على فكره هو مش مهمه اصلا انت، ومش مهمه اصلا وجهه نظرك، ومش مهمه اصلا ان انا اثبت لك. انا ما بحبكش علشان اثبت لك ان انا بحبك، انا بحبك عشان انا عايزه احبك، عشان انا مزاجي كده، عشان انا قلبي قال لي انا ان انا احبك، مش انت اللي امرتني ان انا احبك. فما انا اثبتلكش اصلا ان انا بحبك، اثبت لك ليه؟ وبعدين هو احنا يعني هل احنا وصلنا ان احنا عشان يعني الطرف اللي قدامي يحبني فانا لازم اثبت له بكل الادله اللي تبسطه وتسعده يعني تخليه قوي ان انا بحبه؟ الحب مش كده. الحب ابسط من كده، ومفيش مفيش في كتاب الحب ومفيش في الكتالوج ان انا اسعد حد على حساب سعادتي، ان انا ابسط حد على حساب انبساطي، ان انا اريح حد على حساب راحتي، ان انا اتنازل عن كرامتي عشان اثبت له ان انا بحبه. الكتالوج ده ما فيهوش كده. الكتالوج فيه اهتمام واحترام وماشيين جنب بعض سواسية. لو سمحتي، انا بكلم صاحبة المشكلة وبكلم كل بنت وكل ست بتتفرج عليا واقعة في المغرز ده او واقعة في الحفرة دي. ما توصليش لحد هناك، ما توصليش ان واحد يقولك اثبتيلي ان انتي بتحبيني. ان شاء الله مع انك صدقت ان انا بحبك، لو انت مش حاسس من جواك ان انا بحبك، لو انت مش مستوعب ان انا بحبك، لو انت مش مصدق ان انا بحبك، لو انت مش شايف ان انا بحبك، لو انت مش حاسس ان انا بحبك، لو انت مش سامع ان انا بحبك، ما تصدقش ان انا بحبك. شكرا، مع السلامة، اللي بعده. وبعدين ما هو في ست بتقبل انه جوزها يتجوز عليها وما عندهاش مشكلة خالص في الموضوع ده، وفي ست بتقبل انها تتجوز راجل متجوز ومراته عارفة والدنيا تمام. هو كان مستني ان انت تعملي ايه؟ هو عارف ان انت من الاول لا تقبلي ده، ما يروح لواحدة تقبل. لكن هو مستنيكي ان انت تحبيه ويمشي معاكي سنة
المشوار ده سنه ماشي معاكي، هذا المشوار الطويل العظيم الكبير، وبعد السنه اول لما تقولي يلا يا جواز يقول لك اوكي انا موافق، بس انا لازم اتجوز عليكي ب6 شهور واتجوز عليكي واحد تاني 6 شهور واتجوز عليكي. طب ما يروح للي اصلا موافقه، من غير ما يوقعك في دباديبه، ومن غير ما بتحبيه، ومن غير ما تبقي انت بتكتبيه انا هتجنن يا رضوى ان احنا اصلا سيبنا بعض. وبعدين كازانوفا عصره وزمانه، طب يتجوزك الاول وبعدين نشوف يتجوز الثلاثه التانيين ازاي؟ انت بتنظر من دلوقتي انت كمان. انا عارف انه اللي بيتجوز على مراته ده اللي هو بيبقى متجوز اصلا وبعدين بيروح يتجوز على مراته، لكن انت شرط عليها ان انت تتجوزها وخدي 6 شهور هتجوز اللي بعدك، خدي 6 شهور. ده كتالوج ايه بقى؟ ايه ده؟ ما سمعتهاش عمري دي قبل كده. يلا ادينا عايشين اهوت والله عايشه ما تشوف.